تعرفوا بان المعدل في هاد لي دو برودوي، هاد الانتاج ديال 300,000 و 700,000 حاليا تنتجوا تقريبا 113,000 سنويا. هذا الشيء اللي تيعطي السوق كل سنه. عندنا طموح بهذا البرنامج باش يولي واحد ارتفاع ديال 10% سنويا. علاش اختارينا التاريخ ديال فاتح يناير 2023؟ باش ماشي نطلق البرنامج وعاد يتسناو المغاربه الانتاج الجديد، باش هذا الانتاج اللي كان ديال السنوات الاخيره، لان تعرفوا بان كانت ازمه كوفيد وكانت ازمه تاع اوكرانيا اللي اثرت على القطاع، هذا لو ستوك اللي كاين يمكن المغاربه دابا يمشيو يختاروا فيه. فيما يخص اللوبيات، اولا ماشي كلهم كانوا لوبيات، كاين منعشين عقاريين في مستوى عالي عندهم روح المواطنه، ناس نزهه، كاين في كل المهن. وهذا الميدان العقار شويه صعيب. الناس اللي استغلوا فرص خداو اراضي عموميه، ما كملوش الانجازات ديالهم، استعملوها لاشياء اخرى. هادشي ما بقاش، لان ديك الساعات كان لو سيستيم كان اتفاقيه تنعطيك الفرصه تاع لو لوفيي فونسيي، يمكن لك تاخذ ارض الدوله، كان يمكن لك تستافد من الاستثناءات، من لجنه الاستثناءات لي ديروغاسيون ما تتماشاش مع تصاميم التهيئه. فلذلك داكشي علاش شفنا بعض المشاريع خلقوا ازمات معماريه، لان تتشوف واحد الكثافه سكانيه مهمه وما كاينش المرافق كثيره وما كاينش الولوج والنقل وداكشي. خارجه من هذه لجنه الاستثناءات اليوم غير مقبول بها وما بقاتش كاين تصاميم تهيئه. وداكشي علاش تنبلغكم بان خلال هذه السنتين الاخيره صدقت هذه الوزاره مع وزاره الداخليه على 147 تصميم تهيئه، 30 منها داخل المدن الكبرى اللي كانت تتعاني من نقص ديال تصاميم التهيئه اكثر من 10 سنوات. وللمثال مدينه الرباط دابا راه عندها تصميم تهيئه، اخر واحد كان مطبق هو 2008. من 2008 ل 2023 الرباط كان غاديه بان دوكيومون دو ريفيرونس، ولكن ماشي تصميم التهيئه بقوه قانون. وداكشي علاش درنا هذا المجهود باش اي واحد يدخل غادي نخرط في اطار القانون. الشفافيه هي هذه منصه رقميه اللي حنا وقعنا اتفاقيه مع لا سي دي جي باش يكون واحد الاحترام تام ديال المواطنين، وما غتكون حتى شي زبونيه وراه تتعرفني يا سي شاكر.